وعلى فكرة عندنا 3 تصنيفات للاعبين المميزين من حيث التمريرات الكاسرة للخطوط حسب تحليل الأداء الحديث. النوع الأول الممرر من العمق زي رودري أو بيرلو زمان، بيكسر خط هجوم المنافس بلمسة واحدة من نص الملعب. النوع الثاني قلب الدفاع الممرر زي فان دايك، اللي بيمرر تمريرة طولية أرضية تكسر خط الوسط بالكامل وتوصل للمهاجم. ثالث نوع التمريرة القطرية اللي بتكسر الخطوط بالعرض وتفتح الملعب. في النهاية التمرير الكاسر للخطوط هو الفرق بين فريق بيمتلك الكورة للاستحواذ السلبي وفريق تاني بيمتلك الكورة عشان يقتل المنافس. لو عايز تفهم كورة صح، خلي عينك دايما على اللاعب اللي بيباص لقدام مش اللي بيباص للي جنبه. ودلوقتي قول لي في الكومنتات مين اكتر لاعب حاليا بتحس انه جراح في كسر الخطوط. وما تنساش متابعة، لايك وشير لو عجبك التحليل. سلام.